طبعا البطايه اهو، وهحطها على النار تاخد صدمه كده، وبعد كده هسلقها ونعمل مع بعض شويه اكل كده هاريه. لو وصلت طبعا لغايه هنا ما تنسوش الاشتراك واللايك، تفعيل الجرس على الكل، يتحلو منكم كومنت حلو منكم. بس يا اخواتي حطيت طماطميه، حطيت بصلايه، حطيت ورق لوري، تاخد غلوتين كده، وبحط عليها التوابل بقى. بس وحطيتها، هحش بقى هحش بقى كل الرين ده اهو، وهرجع لكم تاني. وحطيت طبعا يا اخواتي البصلايه اهو، وهنعمل مع بعض البسله. هحط بقى التوابل بتاعتي بالبطه اهو، حطيت بقى الملح والفلفل الاسود وواحده بقى هقلبهم كده. حطيت معلقه سمن، معلقه بس تثبت بقى طماطم وهحط عليها بصل. لا مش قبل ما تثبت كده شويه، احط عليها بصل وبعدين تثبت البصل وتحط عليها كده طبعا الطماطم اهو خدت غلوتين اهو، غلوا جامد. بعد كده هنزل بايه؟ بطاطسايه كبيره وجزرايه، هنزلهم كده ياخدوا غلوتين، وبعد كده ايه احط البسله بتاعتنا لما تتسبك كده بس. وحطيت قبل طبعا ما احط ده كله حطيت فلفل اسود وملح، حطيت واحده مرقه على الطماطم، حطيت شويه شوربه بس. يتسبك بقى معانا كل الكلام ده. اعمل ايه؟ احط البسله بتاعتنا بعد ما ياخد قلبتين كده، وبعد كده بعد ما احط البسله تتسبك، يعني بعد ما الطبيخ بتاعنا يتسبك اقفل عليها. حطيت طبعا البسله بتاعتنا اهو. البسله دي طبعا انا بفرزها يعني في الثلاجه كده زي ما هي، يعني بفصصها واحطها في الفريزر. بس طالما انت حطاها يعني في الفريزر وكده، طلعيها بالتلج بتاعها وهي متلجه، تحطيها جوه الحله على طول عشان ما تغيرش طعمها، ما تسيبهاش تسيح. تمام. الكوسه نفس الحكايه، اي خضار بفرز وبعمل فيه كده نفس الكلام، ما عدا بس الكوسه يعني لما بتقعد كتير مش بتبقى حلوه بصراحه. هي احلى حاجه في التفريز اللي هي البسله، يعني هي جميله. والمقاس برضو بس بتضيف عليه ليمون. والكوسه بتضيف عليها برضو ليمون عشان يحفظها، بس بتطلعيها وتحطيها زي ما هي، والليمون ما بيغيرش طعمها. هنفرز ان شاء الله حاجات لما نعمل كده هقول لكم. عملت طبعا السلطه اهو، حولتها بملح وحطيت لها ليمون وخل. بس هعمل بقى الرز بس. وعملت البسله اهو بتستوي معايا، وهعمل الرز بس. وجبت بقى فول وزبيب وجوز هند، وحطيت عليهم معلقه قرفه عشان اعمل الجلاش دوت نعمل مع بعضينا برضو. اعمل الرز واعمله. وحطيت اهو البطايه بتاعتنا، وحطيت عليها شويه طماطم، واحطها بقى في الفرن بس. حطيت عليها حته سمنه اهو. والبسله بتاعتنا خلصت اهو استوت، اقفل عليها. جبت بقى حله وحطيت فيها معلقتين سمن ومعلقه زيت. حطيت الشعريه بتاعتنا اهو، واحط عليها الرز كده. غسلت الرز بتاعنا واحطه على الشعريه بتاعتنا بس. اقلب بقى الرز لغايه ما يشخول كده، بعد كده احط الشوربه واسيبه يستوي. كده طبعا حطيت الشوربه عليه، وعندما يستوي اغطي عليه خالص. شايفين طبعا يا جماعه، طلعت طبعا البطيه من الفرن اهو بعد ما ايه بقى، ايه رايكم؟ والرز بتاعنا اهو قرب يتشرب، قرب يستوي. بس طبعا هفرش اول واحده بالليش واحط فيها السمن، كل بين واحده وواحده سمن. فرشت واحده تانية وحطيت السمن بص، بتنيه اهو. اخلص كل الكميه وانا بحط الحشوه هرجع لكم بس. وحطيت نص لفه الجلاش، احط بقى ايه الحشوه بتاعتنا اهو، توزعها في كل مكان. فين فوق الحشوه بتاعتنا معلقتين زيت كده، قصدي سمن. بعد كده هكمل باقي كميه الجلاش. طبعا الرز بتاعنا استوى اهو، فين الرز بتاعنا استوى. حطيت على الوش كمان سمنه اهو. هقطع القلاش بتاعنا احطه في الفرن. هقطع اهو القلاش واحطه طبعا في الفرن، اقطعه واوريه لكم قبل ما احطه الفرن عشان مش هعرف امسك بايدي، عشان ماسكه طبعا التليفون بالايد التانية. وقطعته طبعا اهو، وهدخله بقى الفرن.
وبعد ما قطعته مربع وقطعته قسمت المربع نصين بقى مثلث، وهدخله بقى الفرن. بس بقى احط بقى الشربات على النار لغايه ما يطلع. اهو الشربات حطيت كوبايتين سكر وعليهم 3 كوبايات ميه عشان انا ما بحبوش محلى قوي. ونص ليمونه. بتاعنا طبعا خلص اهو يا اخواتي. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش اشتراك في القناه واللايك وكومنت حلو منكم ولايك حلوه منكم. وطبعا اهو يا اخواتي البلاش بتاعنا خلص، هنكب عليه الشربات وقاعدين اهو بنكب، واحلى بكتير حاجه انت عاملاها بايديكي. شايفين جميل ازاي؟ تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تحطوا لي اللايك وكومنت، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، فيديو جديد ان شاء الله، ورطن جديد. السلام عليكم.